ازاي خسيت اكتر من 10 كيلو ورجعت لوزني الطبيعي بعد الجواز وخلفت طفلتين ورا بعض في نفس الوقت من غير ما احرم نفسي من اي حاجه. الفكره كلها في الطريقه اللي احنا بنعمل بيها الاكل. كل ما تكون الطريقه اللي بنعمل بيها الاكل بتكون هيلثي اكتر هنقدر نعيش لايف ستايل صحي وفي نفس الوقت ما نحرمش نفسنا من حاجه. اكتر جهاز ساعدني في ان انا اغير طريقه الاكل بتاعي وفي نفس الوقت ما احرمش نفسي من اي حاجه هو الجهاز ده اللي هو القلايه الهوائيه. اخترت سوكاني بالذات لان انا جربت معاهم اكتر من جهاز قبل كده ولقيت ان هم اكتر مكان اقدر اخد منه قيمه مقابل سعر، عشان كده قررت ان انا اكرر التجربه معاهم تاني كمان في القلايه الهوائيه. وجبت النوع ده بالذات عشان هم عندهم اكتر من نوع، يعني جبت النوع ده بالذات اللي هو 8042 عشان فيه بصراحه ميزه بالنسبه لي هايله وبالنسبه لاي ان هو بيقدر يتوصل بالموبايل. يعني في ابلكيشن معين هقول لكم عليه بكل التفاصيل بتقدري توصليه بجهاز القلايه ده وتقدري تتحكمي عنه عن بعد. يعني انت مثلا لو عندك طفل بيعيط او كده تقدري ان انت تشغلي او تفصلي القلايه من وانت بعيد مع الطفل عادي. النوع ده بقى من مميزاته التانية يعني ان هو حجمه كبير بصراحة، يعني هو 8 لتر فده بالنسبة لي حجم حلو قوي. النوع ده من القلاية بيكون 1700 واط وبيدولك عاديها سنة ضمان. بالنسبة للبيج اللي جبت منها القلاية دي هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن وكمان رقم تليفونهم عشان لو محتاجين حاجة. هم بصراحة ممتازين جدا في موضوع الضمان وفي سرعة التوصيل. يلا بينا نفتحها ونشوف كل حاجة فيها بالتفاصيل. بتيجي في العلبة كده وبعد كده لما نفتحها من جوه بنلاقي فيها شهادة الضمان. شهادة الضمان بتكون لازم تكون مختومة من المكان اللي جاي منه وبتديلك الضمان لمدة سنة. وطبعا بيجي معاها الكتالوج. مهم يا جماعة اي جهاز تجيبوه نقرا الكتالوج لانه فعلا بيقولك كل الانستراكشنز اللي خاصة بالجهاز. وبقى فك اللزق ده هي المرحلة المفضلة بالنسبة لي. ده الحلة اللي من جوه فيها شبكة بتتفك وبتتركب ليها زرار كده اهي. ده حجم الحلة الداخلية بصراحة واسعة وحبيت اقيسها لكم بالظبط. لقيتها ان طولها 22 وبالعرض نفس الفكرة 22 والعمق بتاعها حوالي 14 سنتي. الجهاز بيجي ليه 8 برامج للحمة والفراخ والجمبري والسمك والبطاطس وحتى للخبيز وللخضروات. البرامج دي كلها بتكون مظبوطة على درجة حرارة معينة ومدة معينة. طبعا ممكن تتحكموا فيها بشكل يدوي عادي من البلس والماينس والزائد والناقص المكتوبين على الشاشة دي عادي خالص. وبيكون ليها تايمر واقصى درجة حرارة ممكن نوصل لها هي 200 درجة مئوية زي ما قلت قبل كده. نيجي بقى لأحلى جزء في القلاية والسبب اللي خلاني اختارها هي بالذات هي انها بتتوصل بالموبايل عن طريق ابلكيشن اسمه تويا. بننزله من الاب ستور عادي وبعد ما بنحمله بنقدر نوصله بالبلس دي لجهاز الموبايل. بنفتح طبعا الجي بي اس والبلوتوث عشان نقدر نوصله بيه وهو بيتوصل اوتوماتيك بالجهاز الاير فراير لما توصلي بيه الكهرباء وتلاقي علامة الواي فاي في الاير فراير نفسها ظهرت. ادي كده احنا وصلنا الجهاز ولقط اوتوماتيك ونقدر نتحكم بقى في كل البروجرامز فيه عن طريق الموبايل من بعيد. كل البروجرامز ال8 موجودين جوه الموبايل تقدري تحكمي فيهم. تقدري تحكمي ان انت تشغليها زي ما ندوست ستار كده على برنامج اللحمه وبتقدري كمان تتحكمي في درجه الحراره في كل برنامج والوقت. يعني فوق مكتوب التايمر وتحت ادي درجه الحراره. هقدر ان انا دلوقتي انزلها لغايه درجه حراره 145 ولقط لوحده خالص اهو. وعلامه الواي فاي لازم تكون ظاهره كده عشان معنى كده ان هم متوصلين ببعض. وطبعا تقدري تيرن اوف الجهاز من الموبايل ومن بعيد عادي جدا. من الحاجات كمان الجميلة اللي فيها ان صوتها مش مزعج خالص. بعد ما عرفنا كل التفاصيل عنها تعالوا نجربها عشان التجربة العملية هي خير دليل. جهزت بطاطس عادية مش بامفريت وبدأت بقى ان انا اتبلها واحط لها معلقتين زيت ودخلها وعملتها على برنامج البطاطس اللي هو تقريبا ربع ساعة. وفي النص كده فتحت عليها عشان اقلبها. ده مهم جدا وفتحها مش بيخلي الاير فراير تقف ولا حاجة. وده شكلها بعد ما خلص. احتاجت بالظبط 25 دقيقة عشان تخلص وكانت طعمها رهيب بجد. تعالوا بقى اقول لكم على احلى اكله بطلعها في الاير فراير في نفس الوقت بتكون سريعه جدا وهيلثي جدا. بجيب صدور الفراخ واتبلها ببابريكا وملح وفلفل وتوم باودر وبحط عليها كاري وزعتر وبعد كده بحط عليها معلقتين من الزبادي وبميكس التوابل دي كلها مع بعض واسيبها لوحدها كده لمده ساعه في التوابل بتاعتها. وعقبال ما الفراخ تتبل بكون بحضر الخضار. ممكن تستخدمي الفريز ده عادي او تستخدمي الطازه كله بينفع. بحط عليه سويت كورن او شويه ذره وبروكلي وحمص كمان اي خضار عندك ينفع. نفس التوابل اللي حطيناها على الفراخ بنحطها برضو على الخضار وبنحط كمان شويه زعتر. ولازم الميكس ده قبل ما احطه في الاير فراير احط عليه بخات كده من الزيت. بعد كده في تركه مهمه قوي بتخلي الاكل يكون جوسي وما ينشفش ان انا بحط شويه ميه تحت الصفايه بتاعه الاير فراير مش كتير بحط قليل قوي. وبعد كده بملى الاير فراير بالخضار وارص عليه من فوق الفراخ.
بعد كده برضو برش عليه شوية زيت وادخله واظبطه على برنامج الفراخ اللي هو بيكون على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. في النص كده لازم بفتحه واقلب عليه علشان كل الاجزاء تستوي كويس، وبرجعه تاني. وعشان تبقى وجبة متكاملة ضفت لها بطاطس بيوريه، حطيت معاها نفس التوابل وشوية زبدة وعملت ميكس مع بعض وكانت رهيبة. تعالوا بقى نفتح ونشوف العظمة اللي حصلت دي. بجد يا جماعة فظيعة فظيعة فظيعة، طعمها تحفة جدا وتيستي جدا، ده غير بقى الريحة اللي مالية البيت. فعلا يا جماعة كانت حلوة جدا، وفي نفس الوقت احنا بناكل حاجة صحية ومش بتتخن وطعمها جميل جدا. مش معنى ان احنا عايزين نخس ان احنا ناكل فراخ مسلوقه، بجد دي حاجه ما ترضيش حد. عشان كده جهزت لها التوابل بتاعتي، توم باودر، كاري، بابريكا وزعتر والملح، وقررت اضيف عليها الزبادي وكمان الزعتر وشويه صلصه. الميكس ده ضفت له حوالي معلقه زيت، وبعد كده حطيتها على الفراخ المسلوقه زي ما انتم شايفين كده، ودخلتها جوه الفراير ده بعد السلق عادي. وعايزه اقول لكم دي اروع طريقه صحيه ممكن ناكل بيها الفراخ المسلوقه، مش هتصدقوا فعلا انها مسلوقه. شايفين طالعه ازاي؟ طالعه كانها من الفرن، وطالعه كمان طريه جدا وطعمها تحفه جدا. تعالوا اوريكم كده واحنا بنفتحها، يمكن تكون مثلا مش حلوه قوي من جوه. انتوا شايفين قد ايه بتتقطع بمنتهى السهوله؟ شايفين ازاي من جوه كده بتتخلع من على العظم؟ طلعت طريه وجوسي وتيستي كمان جدا. بالنسبه بقى لتنظيفها هو سهل قوي، بس مهم ان احنا نستخدم ليفه مواعين تكون نون سكراتش، يعني مش بتخربش او مش بتشيل طبقه الحمايه اللي على الاير فراير، لان عليها طبقه من التيفال. السبونج دي بتكون مستخدمه لطبقه التيفال او السيراميك او الجرانيت، مش بتخربشهم. وبالنسبه بقى للاير فراير نفسها، مهم اي طبقه دهون او حاجه ان احنا نمسحها بمنديل الاول عشان ما تسدش الحوض، ونبتدي بليفه المواعين اللي هي مش بتخدش طبقه التيفال ان احنا ندعكها كويس. مش بتاخد اي مجهود وبتطلع بسهوله كل الدهون اللي فيها، خصوصا لو عملناها اول باول. وبالنسبه بقى للسبونج دي او ليفه المواعين دي، فانا بجيبها من اي هايبر ماركت، الموضوع موجود، بس نقرا بس الكلام اللي مكتوب عليها نتاكد ان هي المخصوصه لطبقه التيفال او الجرانيت. بعد ما خلصت برجع ارجعها تاني عشان اسيبها تتصفى وتنشف، وبترجع كانها جديده. بالنسبه لو حد محتار يجيبها ولا لا، فانا قولا واحدا طبعا هاتوها يا جماعه، تستاهل كل جنيه فيها. فعلا بتقدم لكم قيمه مقابل سعر، ده غير الاكل اللي بيطلع صحي جدا وفي نفس الوقت طعمه جميل قوي، ده غير المزايا الكتيره اللي فيها. حقيقي مش هتندموا.